ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. ما زال الحديث متصلا حول موضوع التوحيد وبضده الشرك، واليوم سنتناول بعض قضايا التوحيد والشبهات التي تطرح نفسها فيما يتعلق بهذا الجانب العظيم. لا شك مشاهدي الأكارم أن الشيطان ينزغ في قلوب بني آدم ويضلهم ويوسوس في صدورهم ويزين لهم الحرام ويقبح لهم الحلال ويضعهم في ضلال عظيم، كما توعد أمام الرب سبحانه وتعالى، وكما بذل قصارى جهده منذ أن لعنه الله تبارك وتعالى. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن خطواته، وهذا على جميع المستويات، سواء كان مستوى التوحيد أو في جانب التوحيد أو كان في جانب الشهوات وأيضا الشبهات، كلها نزغ شيطاني. ولا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم أن من الشياطين من هم من الإنس ومن الشياطين من هم من الجن، وكلهم والعياذ بالله شياطين الإنس والجن هم يدعون إلى الضلال ويدعون إلى الشر. باسمكم جميعا أرحب في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف جزاه الله خيرا، سنتناول معه هذه القضايا إن شاء الله وهذه الشبهات. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحب بك وبالمشاهدين. بارك الله فيك. شيخنا الكريم، فيما يتعلق بمسألة اليقين والوساوس التي يصدرها الشيطان، وبعض الناس يقع في قلبه وساوس، وقد حصل هذا في قلوب الصحابة فجاءوا وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثونا عن هذه الوساوس التي تكون بعد الإيمان، وكيف أن الإنسان يجاهدها ويزيلها من نفسه. بارك الله فيك. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما تقرر في أصول العقيدة أن الإيمان لا يسمى إيمانا إن لم يكن مصحوبا بيقين. فالشك والريب لا يدخل في مسمى الإيمان، لأنه يناقض حقيقة الإيمان. الإيمان يقتضي أن يكون الإنسان موقنا، وبالتالي في شروط لا إله إلا الله مما حدده العلماء
واحدة من أهم الشروط اليقين المنافي للشك. الشخص الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن يكون موقنا بذلك ولا ينتابه شك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلا ريب فيما أنزله الله تبارك وتعالى، فالمؤمن على كل لا يسمى مؤمنا إن كان لا زال في منزلة الشك والريب. هنا دعني أقول بأن الإيمان مقترن بعلم، العلم إدراك الحقيقة. إدراك الحقيقة. طيب، الشك هو مستوى الطرفين. الإنسان والله لا هو عارف أن الأمر صحيح ولا عارف هو غير صحيح، فاستوت عنده الأمور. الوسواس هذه عبارة عن حالة طارئة تطرأ على النفس البشرية، هذه مستوى غير الشك. ما تعرفه. هنا لا بد أن أنبه إلى أن العلم إدراك الحقيقة، والشك استواء مستوى الطرفين، والظن إدراك الراجح، والوهم إدراك المرجوح. هذه مستويات 4 يتكلم عنها فيما يتعلق بقضية العلم وعدم العلم. تأتي قضية أنه الآن نحن هنا ما يهدد الإيمان ليست الوسوسة، ما يهدد الإيمان هو الشك. يعني أنت مثلا في وجود الله تبارك وتعالى غير متيقن بوجوده، فإذا سئلت هل الله موجود؟ والله تقول له ربما يكون موجود وقد لا يكون موجود. طيب، هل توقن بأن الجنة والنار حق؟ تقول والله قد تكون حق وقد لا تكون حق. هذا الشك. طيب، نأتي إلى موضوع الوسوسة. الوسوسة قد تكون أحيانا قمة الإيمان. الوسوسة التي تأتي بعد يقين وبعد إسلام وبعد كذا، مثل أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق كذا من خلق كذا حتى يصل به إلى من خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، هذا النوع من اللقاء، حمد الله تبارك وتعالى رسول الله لأن الله أخزى الشيطان إلى أن مستوى تأثيره صار فقط في الوسوسة. فالوسوسة هي حالة طارئة على النفس تداهم النفس البشرية ثم تقاومها النفس المؤمنة فلا تستجيب لها. لا تستجيب. متى ما تشربت النفس البشرية أو تشرب القلب الشبهة وتفاعل معها ووصل إلى مستوى الشك، هنا يتحول الوسوسة إلى شك. فكأنما الخواطر الأولى التي نسميها الآن بالوسوسة إذا تحولت إلى نوع من الأفكار، ثم الأفكار ترسخت صارت إلى تصورات، ثم التصورات تحولت إلى إرادات، هنا نحن ندخل في المرحلة الخطيرة. ولكن في المرحلة الأولى اللي هي مجاهدة الخواطر، هذا أفضل مستوى للإنسان. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. فإذا كان والله أنت خطرت عليك خاطرة سيئة سواء كان في الاعتقادات أو في الجوانب العملية وجاهدتها في لحظة الخواطر، أنت تنتصر عليها. لكن إذا تحولت عندك إلى مفاهيم وإلى أفكار وإلى تصورات ثم حولتها إلى إرادات عملية، هنا يصعب الإنسان أن يخرج من دائرة التصور الذي يصاحبه عمل. فنحن هنا على كل نقول ما يهدد الإيمان هو موضوع الشك، لأن الشك مناقض للإيمان، ولكن الوسوسة تطرأ على كل إنسان، ولكن المقاومة لها وعدم التجاوب معها وعدم الاستجابة لتطوراتها هذا هو إن شاء الله الذي يخرج الإنسان من دائرة فعلا الوصول إلى مرتبة أو منزلة الشك. طيب، كيف يقوي الإنسان يقينه وإيمانه بالله؟ نعم، هنا أيضا دعني أقول بأن حتى يكون المشاهد وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، يوقنون يعني نعم. هناك حقيقة يعني التأكد التام من صحة ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأننا نشاهده. نعم. متى نصل لهذه المرحلة؟ أولا دعني أقول حتى المشاهد أيضا يواكب معنا بأن اليقين نفسه 3 مراتب أو 3 مستويات. اليقين الأول هو الذي يسمى اليقين العلمي، وهو اليقين القائم على البراهين والأدلة والبينات. تمام. هذا يعني يكون الإنسان موقنا يقينا علميا. فنحن مثلا نؤمن بأن هنالك جنة وأن هنالك نار وأن الله له ملائكة وله رسل بناء على إيه؟ بناء على البينات النبوية. جميل. وبناء على الآيات البينات. جميل. آيات البصائر. فنحن أقام الله تبارك وتعالى علينا الحجج والبراهين من خلال على كل أدلة عقلية ونقلية وحسية، قام علينا البينات. جميل. فبناء على البينات نحن نوقن بعلم يقيني بأن والله هنالك جنة هنالك نار هنالك. طيب، هذا واحد.
المستوى الثاني من مستويات اليقين هو عين اليقين. عين اليقين، يعني الآن مثلا لو قلنا بأنه والله شخص، قلنا والله هنالك شيء اسمه البحر الأبيض المتوسط، من خلال الخرائط والعلوم وتناقل الناس وأخبارهم سماعا أيقنا بأنه في شيء اسمه البحر الأبيض المتوسط. ليش أيقنت؟ والله يا أخي أنا البينات عندي والبراهين واضحة وقطعية إنه الناس كلهم شهدوا بأنه في شيء اسمه إيه؟ بحر. طيب قلت والله لابد أن أتحرك من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. أنا ليش ما أسافر مباشرة وأنظر إلى إيه؟ إلى البحر الأبيض المتوسط. فوقفت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وقلت والله هذا هو البحر الأبيض المتوسط. فعاينته فانتقلت من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. عين صرت تعرف ما هو البحر الأبيض المتوسط. طيب جميل. قلت والله ليش أنا أظل متفرج؟ أنا أريد والله أن أنزل على هذا البحر وأغوص فيه وأتعمق في أعماقه وأسبح. فنزلت في داخل البحر. نعم. انتقلت من مرتبة عين اليقين إلى حق اليقين. حق اليقين. هكذا مستويات اليقين عندنا تنتقل فيما يتعلق بالإيمانيات. في محطة من المحطات نحن نؤمن إيمانا علميا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا طبعا الموت، لكن موضوع اليقين نحن نعبد الله سبحانه وتعالى يقينا علميا. يعني من لم يكن موقنا باليقين العلمي بكل العقائد لا يمكن أن نسميه إيه؟ طيب بعض الناس في حياتهم قد ينتقلون اليقين العيني، فتصير عندهم عالم الغيب كعالم الشهادة، وهذا الرسل والأنبياء أحيانا والأولياء والصالحون أحيانا يصير عندهم منزلة عين اليقين، لا ينتظرون إلى أن تأتي الآخرة. بالنسبة لهم يعني إخبار الله تبارك وتعالى لهم وإعلامهم بالأشياء ينظرون إليها كما لو أنها إيه؟ عينية وليست علمية. جميل. لكن نحن الآن لا يمكن هذا أيضا للمؤمنين بطبيعة الحال، لا يصلون لهذه المرحلة. قد تصل أنت مع الانتقال والتدرج والمجاهدة في المقامات تصل إلى هذا النوع من فيصير عندك كما لو أن الله عندما يخاطبك في القرآن الكريم بالجنة والنار كأنما تراهم يقينا. ولذلك مرتبة الإحسان أيضا التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، ولن تراه لكن كأنك تراه. يعني يصل بك اليقين إلى مستوى أنك عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى كأنما كشف لك إيه؟ كشف لك الحجب وكأنما تراه. المرتبة الثالثة هي طبعا الآن لو أردنا أن نقول الجنة مثلا، نأخذها نموذج الجنة. كلنا الآن كل المسلمين يؤمنون بالجنة علميا، يؤمنون ويوقنون بذلك ولا يشكون، لأن لو شكوا معناها ليس الأمر عندهم يقينا علميا. لكن متى سنوقن بأن الجنة تحولت من علم اليقين إلى عين اليقين؟ الجنة والنار. عندما نرى الجنة أمامنا والنار أمامنا، انتقلنا من دائرة علم اليقين إلى عين إيه؟ عين اليقين. لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، انتقلوا من دائرة عين اليقين إلى دائرة إيه؟ حق اليقين. فهذه على كل فيما يتعلق بمستويات اليقين. قضية كيف يمكن نحن أن نصل إلى مستويات اليقين هذه الكبرى، وكيف الإنسان يتحول إلى حق اليقين، كيف يصل إلى حق اليقين. أولا موضوع حق اليقين على كل كما قلت أنا يحتاج إلى شغل كبير جدا، لأنها أعلى المراتب وقد لا ينالها إلا المقربون. لكن كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في الحديث عن المقربين، هؤلاء من النوادر ومن الخواص ومن كذا، لكن في نهاية المطاف أنت تشد إلى هذه المنزلة. طيب لا بد ابتداء حتى تصل المراتب العليا أن يكون عندك العلم اليقيني. العلم اليقيني يحصل بأمرين: التدبر في آيات الله الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. يعني أنت تتدبر في مخلوقات الله. كلما تدبرت في مخلوقات الله دلتك هذه على عظمة الله وقدرته، فيزداد عندك العلم اليقيني، يزداد عندك العلم اليقيني. كذلك التدبر في آيات الله الشرعية، كلما وقفت مع آيات الله تبارك وتعالى الشرعية وتأملت فيها، وهنا أقول يعني كأنما، وهذا هو الصحيح، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأدلة الشرعية قسمان: عقلية ونقلية. يعني ما في شيء اسمه أدلة شرعية أو أدلة عقلية، لا، يقول الأدلة الشرعية قسمان: نقلي وعقلي. فأنت تعمل الأمرين، تعمل العقلي فيما يتعلق بالعقل، فيما يتعلق بالنظر، فيما يتعلق بالحس، فيما يتعلق بالتجارب، بحيث تستطيع أن تصل في هذا الاتجاه إلى كبرى اليقينيات.
كذلك التدبر في آيات الله تبارك وتعالى الشرعية في الأشياء المنقولة التي لا علاقة لها بالنظر. الله تبارك وتعالى، وهذه تفيدك طبعا، كلما تعمقت في النظر والجانب العقلي واستطعت أن تنظر في آيات الله الكونية دلك ذلك على صدق آيات الله صدق آيات الله الشرعية. كلما تدبرت في البينات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأنباء والغيب وكذا، كلما أدركت بأن هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون من الله وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكتاب. فعلى كل من استطاع أن يتدبر آيات الله تبارك وتعالى الكونية ويتدبر آياته كذلك آيات الله الشرعية فإنه يرتقي في مقامات اليقين حتى إن شاء الله يلقى الله تبارك وتعالى. جميل. إذا هذا لا يكون إلا بالعلم وطلب نعم العلم. نعم تمام. طيب بعد طلب العلم هل الأعمال الصالحة لها دور في زيادة اليقين؟ أحسنت. هنا طبعا نأتي إلى مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لا يسمى الإيمان الجانب النظري الاعتقادي المحض، وهذا ما يفترقون به طبعا عن كثير من طوائف والفرق الإسلامية التي لا تدخل العمل في مسمى الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي اليقين يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما أنه يزيد بالعلوم وبالمعارف وبالاكتشافات وبالتبصر في آيات الله يزيد كذلك بالأعمال. فالمؤمن الذي مثلا أيقن بأن الله تبارك وتعالى حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن رسول الله حق، وأن كذا، فإنه يكون أكثر إسراعا في الاستجابة لأوامر الله. طيب زادت استجابته لأوامر الله تبارك وتعالى زاد إيمانه. أحصل؟ فعشان كده معظم ما ذكره مثلا الإمام البخاري في كتاب الإيمان أن الإيمان يزيد ويمكن هي مسألة عقيدة أهل السنة في هذا الاتجاه، يؤكدون جميعا بأن الإيمان يزيد وينقص. الذين آمنوا الذين آمنوا زادهم هدى وآتاهم نعم تقواهم. فالذين يزدادون بآيات الله تبارك وتعالى إيمانا ويزدادون بها يقينا ويزدادون بالأعمال كذلك يتقربون إلى الله تبارك وتعالى. فالإيمان ليس حالة ثابتة وصل يبلغ فيها الإنسان مداه، لأن الإيمان هي عبارة عن مقامات ودرجات، أعلاها كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله منزلة الشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. طيب شيخ حسن، ثمة أمر مهم بهذا الشأن. نجد أن في بلادنا الأمهات العجائز وكبار السن أيضا إيمانهم ويقينهم بالله قوي رغم قلة العلم. ربما يكون عندهم بعض الشبهات أو بعض البدع، لكن من حيث يقينهم بالله وتعلقهم به وخشوعهم له سبحانه وتعالى عجب من أمهاتنا وآبائنا. عجب صحيح. من التهليل والتسبيح والخضوع والخشوع والرهبة والخشية لله. من أين لهم هذا وهم يعني لم يتناولوا العلم الشرعي؟ أحسن. هل هذه فطرة أم ماذا تفسر؟ هذا يعني يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوى أنواع الأدلة، يقول الأدلة الفطرية. هو يقول أصلا مهمة الأدلة النقلية والعقلية تلميع وتصحيح الفطرة ليس أكثر. تأتي الآيات يقول الأصل في الإنسان أن يفطر على الإسلام ويفطر على معرفة الله ويفطر على عظمة الله، هذا الفطرة. ما الذي يحصل؟ أبواه يهودان، يعني تدخل علينا بعد ذلك البيئة، تدخل علينا الشبهات، تدخل علينا الشهوات، تدخل عليك العلمانية باتجاه، تدخل عليك النصرانية باتجاه، يدخل عليك أهل الشبهات والشرك باتجاه، فيلوثون الفطرة. هذه المرأة العجوز لم تمر بكل هذا، هي على فطرتها. سبحان الله. فسبحان الله يقول ابن تيمية يقول أن المسألة تتعلق بأن النقل والعقل كل ما يفعله هو تنظيف الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهؤلاء هذه الجزئية الثانية أيضا في مسألة مهمة جدا فيما يعرف بهداية الإيمان. عندنا الهداية نوعان، هداية علمية وهداية إيمانية. هؤلاء تزداد عندهم باستمرار الهداية الإيمانية. الهداية الإيمانية يعني بعض الناس يحتاج إلى العلم والتنقية والتصحيح والتصويب وكذا فيهتدون بالعلم، لكن في نوع آخر يهتدي بالإيمان، يهديهم ربهم بإيمانهم. فالهداية الإيمانية سبحان الله أكثر نورانية. سبحان الله. الهداية الإيمانية أكثر، يعني الشخص الذي تعلق بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم يهديهم ربهم بإيمانهم. شوف إذا الأعمال الصالحة نفسها تهديك. أحسن. فهي هنا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا مقام، نعم. إنجاز التعبير على طريقة أهل السلوك. جمعنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما الذي يحصل؟ هم آمنوا وعملوا، هذا مقام. نعم. يهديهم ربهم بإيمان، هذا حال. هلا. الله سبحانه وتعالى ينقلهم. أيوة ينقلهم مباشرة. وسبحان الله هذا الذي تلاحظه الآن في عموم الأمة، عموم الأمة مهتدية بالإيمان. ولذلك لما كان العلماء وأهل السنة بشكل عام ينصون على أنك أنت أنظر إلى عموم المسلمين وإلى آرائهم في كثير من القضايا، حتى في القضايا السياسية، تلاحظ أنهم أصدق وأنهم أقرب إلى السلامة من الذين نسميهم نحن مفكرين ومنظرين. لماذا؟ طبعا. لأنهم خالين من الحسابات التي والإيمان يهديهم جدا جدا. الإيمان جدا يهديهم. جدا. فهذا هو تقريبا موضوع يا والله رجل أنت امرأة. تجد، يعني أنا كنت أزور امرأة عمرها 96 سنة، نعم والله تتكلم بكلمات وكأنها عالمة وهي لم تدرس، أمية. نعم صحيح. فيعني تنظر نعم. وتذكر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأنه يعني ينبغي أن في ذكرها لله وشكرها وخشوعها وقيامها لليل وصيامها للنهار. حتى توفيت رحمة الله عليها إحدى أمهات الإريتريان. كنت أتعجب. ولذلك القول بأن يعني الجدل الدائر بين الطوائف أحيانا هل الإيمان هو علمي أم وجداني، هذه الآن سبحان الله تجد يعظم عندها الوجدان، البعد الوجداني عندها عظيم، فتتعاظم عندها كثير من القضايا اللي هي ليست علمية، ليست علمية، ولكن عندها الأساس العلمي الذي يصح به الإيمان. طيب كيف نرد على الذين يقولون يكفي في الإيمان مجرد القول بأنه مؤمن دون أي عمل؟ هذا على كل دعني أقول بأنه أول مناقض تماما لصريح القرآن الكريم وصريح السنة النبوية وما نص عليه العلماء في كتب العقائد كلها، وهو أن الإيمان ليس اعتقاد فقط وليس تصديق فقط. يعني لو قلنا التصديق فقط لكان إبليس من أهل الإيمان، ولو كان التصديق فقط لكان هرقل الذي عرف تماما صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أهل الإيمان. وكثير من القضايا ذلك أبو جهل. نعم كذلك أبو جهل يدرك تماما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قيل له إذا كان الأمر بهذا الشكل فلماذا أنت تصارع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله بيننا وبين بنو هاشم، قال يعني صراع زي ما يقول، صراع. قال أطعموا فأطعمنا، نعم. وسقوا فسقينا، نعم. وكسوا الكعبة فكسوناها، وفعلوا كذا، وأطعموا الحجيج. قال ثم حتى إذا كنا كفرسي رهان واحتكت الركب قالوا منا نبي، فمن أين لنا أن نأتي بهذا النبي؟ فهو يدرك أنه لا، ولذلك الإيمان الذي لا يكون مقترنا بالعمل لا يسمى إيمان. في القرآن الكريم يطلق مسمى الإيمان على أمرين، يطلق على التصديق والإقرار ويطلق على الأعمال. التصديق والإقرار وعلى إذن الذين يدعون، فمثلا الله تعالى لما يقول يؤمنون بالغيب هنا بعد نظري اعتقادي. لما قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، هي هنا باتفاق صلاتكم، حديث عن الصلاة وهي عمل من الأعمال. وبالتالي الإيمان هو عبارة عن الاعتقادات أو باختصار شديد هو قول وعمل. قول جميل وعمل. جميل. إذن الذين لا يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون أيضا ويسمون بأسماء المسلمين، وتجدهم في الحقيقة أسماءهم كذلك، لكن في مجال العمل الميداني هم حتى ليسوا مع جماعة المسلمين، تجدهم مع جماعات أخرى، ولكن اسمه هكذا محمد علي أو عثمان أو آدم، شيء من هذا القبيل. ما هي نصيحتك لهم شيخ حسن؟ هذه نصيحة ستلقيها علينا إن شاء الله بعد فاصل. مشاهدي الأكارم، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.
يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم والعود أحمد. كنا نتحدث فيما يتعلق بمسمى الإيمان، هل يلزم منه العمل أو لا؟ ويعني استمعنا واستمتعنا إلى طرح جميل من الشيخ الدكتور حسن سلمان حول هذه المسألة، ونحن وصلنا إلى نصيحة. ما هي نصيحة الشيخ في الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، وفقط ينتمون إلى الإسلام بالمسمى الإسلامي، وأما بالعمل والمسارعة إليه فهم أبعد من ذلك؟ سنستمع الآن إلى توجيه الشيخ حسن سلمان لهؤلاء قبل أن يموتوا وقبل أن يعني تنقضي بهم الحياة الدنيا وينتقلون إلى الآخرة. فما نصيحة العلماء والمشايخ لهؤلاء؟ نعم، أولا كما يقال الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. لا بد أن يكون الإنسان المسلم يتصور ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، يتصور الأمور على حقائقها حتى يخرج من دائرة الدعاوى الفارقة، لأنه كما قال يعني: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فسهل جدا أن يقول الإنسان المسلم أنا مسلم، ويقول أنا مؤمن، ويقول كذا، ولكن لا بد من البرهان
يعني الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبالتالي التعريف البسيط الآن لمسمى الإيمان في أبسط كتب العقائد ستجد يتفقون على 3 أشياء: أنه تصديق بالجنان، وقول باللسان أو نطق باللسان، وعمل بالأركان. وهنا طبعا خلاف كبير جدا بين العلماء في قضية الأركان التي تدخل في مسمى الإيمان، لكن أدنى مستوى يمكن أن نقول بأنه يعني ذكره كثير من أهل العلم في أنه يدخل بشكل أساسي في مسمى الإيمان إقامة الصلاة. يعني شهدت أن لا إله إلا الله، من الأعمال لا بد وأقريت باللسان بالتسليم لله تبارك وتعالى وأنك ستنقاد له بالطاعة وكذا. أهم ركن لا يمكن أن يقال بأنك مسلم دونه هو الصلاة. منهم من قال ال5 أركان لا بد أن تدخل في مسمى الإيمان، منهم الأهل، ومنهم من قال أقلها 2 اللي هو الصلاة والزكاة، ومنهم من قال 3. احنا الآن تواجهنا هذه المشكلة شيخنا حسن. نعم. في شعبنا الإريتري ربما بعض النصرانيات أو المسيحيات من الإريتريات أو بعض المسيحيين يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله، لكن لا يقيم شعائر الإسلام. نعم. يعني لا يقيم الصلاة مثلا. نعم. هذا على كل أمره خطير جدا، يعني خطير جدا في أنه يعني لم يأتي بركن أساسي وهو داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان وهو الصلاة. فالحد الأدنى من الأركان ال5 الذي تدخل، هي منهم من قال ال5 تدخل في مسمى الإيمان، لكن دعني أقول بالحد الأدنى فيها. الحد الأدنى فيها الصلاة. الحد الأدنى الصلاة. فمن تركها فقد كفر. وبالتالي أنت إذا أردت أن يستقيم أمرك على الإيمان ويستقيم أمرك على أنك والله فعلا منسجم مع الشهادة التي أدليت بها والإقرار الداخلي والإقرار باللسان، أن تثبت ذلك عمليا باستقامتك على الصلاة. وذكرنا يمكن في بعض البرامج ذكرت بأن هنالك 3 مستويات في موضوع الصلاة جاءت في الأحاديث. حديث تقول من حافظ عليها كانت له نورا وبرهان. نوع ثاني ضيعها، هذا متوعد. النوع الثالث تركها. الترك يطلق دائما بالترك الكلي. أما المضيع يصلي أحيانا لا يصلي أحيانا، يضيع بعض الفروض، يضيع بعض الأركان كذا، هذا يسمى مضيع، يصليها متأخر كثير. لكن الذي لا علاقة له لا بجمع المسلمين ولا جماعاتهم والعياذ بالله، هذا من الصعب جدا أن ما يعرف لا صلاة ولا وضوء. هذا من الصعب جدا. وقد وجدت بعضهم لا يعرف يتوضأ يا شيخنا. نعم. فهذا على كل لا يعرف الوضوء تماما، ما يعرف يتوضأ، ناهيك عن الصلاة. لا حول ولا قوة. هذا ما حكمه؟ هذا على كل متوعد زي ما ذكرت لك بأنه في هذا المطاف وعلى مشارف الكفر إن لم يكن قد دخل فيه والعياذ بالله. صلى الله عليه نعم. وسلم. إذا نحن على كل نصيحتنا لهؤلاء نقول لهم بأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه أن يأتي بمصداق ذلك، ومصداق ذلك هي الأعمال، والأعمال تبدأ بالأركان. ومن فرط في الأركان ال5 تحديدا فإنه من الصعب جدا أن نقول بأنه يعني يقوم بباقي الأشياء. فأنت أهم شيء في مسمى الإيمان هذه الأركان أن تأتي بواحد منها، وإن أتيت بال5 فالحمد لله. لكن مسمى الإيمان لا يطلق إلا على من كان مقيما للصلاة وملتزم بها. وبالتالي نحن عموما نذكر، يكفي أنا أقول في هذا الباب حتى ننبه الناس، يكفي أن العلماء اختلفوا في أنه والله هل أنت تكفر أو لا تكفر. يعني هذه الجزئية نفسها خطورتها، يعني أن يكون هذا الموضوع. ولذلك كثير من العلماء قالوا والله فرق كبير بين ذنب سماه الله كفر وذنب آخر لم يسميه الله كفر. الله سبحانه وتعالى معظم الذنوب والمعاصي يسميها معاصي، يسميها ذنوب، لكن أن يطلق الشارع الحكيم على ذنب من الذنوب بأنه كفر فهذا أمره عظيم جدا جدا. وبالتالي نحن ننبه الناس بأن والله يعني أول ما يقوله الإنسان يوم القيامة قالوا لم نكن من يعني المجرمين ما سلككم في سقر. أول شيء قال لم نكن من المصلين، سبحان الله، ولم نكن نطعم المسكين. فهذه المسألة ما دام هي بهذا الشكل فالمسلم عليه أن يحافظ على الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. فهي بالنسبة للصلاة نور. والذين يذهبون إلى المساجد في الظلمات يكون لهم ذلك يوم القيامة نورا. فعلى كل الصلاة هي النور. وكذلك ميزان الأعمال لا ينصب إلا لمن كان من المصلين. يعني فإذا كان والله أول ما ينظر في الأعمال هو الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر الأعمال، وإذا فسدت فسد سائر الأعمال. فأنت عليك أن تواظب على هذه الصلوات لأنها هذا من أعظم الحقوق المتعلقة بحقوق الله تبارك وتعالى.
هذا من أعظم الحقوق. وإلا فهو متوعد بعذاب نعم، أليم متوعد بعذاب شديد الله تبارك. وقد يعني يكون تصور إذا كافراً. كان الله عز وجل للمتساهلين والغافلين والذين يعني لا يؤدونها كما ينبغي توعدهم بالويل، ويل للمصلين. نعم. اللهم هذا المصلين، كيف بالتاركين لها؟ تاركين لأمر الصلاة بلا شك هذا أمره عظيم وأمر جلل، وبالتالي نحن ننبه إن شاء الله ونذكر هؤلاء. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون نعم. غيا. ومرتبطة سبحان الله. هؤلاء لمن أضيع. نعم. ترك الصلاة مرتبط بالشقاء، والسعادة مرتبطة بالصلاة. نعم. يعني فهذه من الأشياء على كون كلها التي نحن إن شاء الله نذكر بها الناس وننبه بأنه والله شهادة أن لا إله إلا الله إقرارها والتصديق بها بالقلب والنطق بها باللسان لا يستقيم إلا إذا أدى الإنسان أركان الإسلام. إحدى الأخوات، يعني لا أقول أخوات، كانت مسيحية، تزوجها أحد المسلمين المسؤولين، فقالوا لها لابد لك أن تدخلي في الإسلام، وتزوجها لأنها مسيحية يعني. ولم العادة عندنا في إريتريا أن من تزوج نصرانية يجعلها تسلم. نعم. فغالبا ما تدخل في دين الإسلام. هذه لا، ما دخلت في دين الإسلام. نعم. فقيل لها لما لا تدخلين في دين الإسلام، ولما يعني تشهدين شهادة الحق؟ فقالت لهم حتى أنا أدخل في الإسلام فليدخل زوجي، هذا زوجها الذي اسمه اسم إسلامي. قالت لهم فليدخل هذا زوجي في. قالوا لها زوجك مسلم. قالت هي تقول نعم. لم يصلي قط. لا إله إلا الله. أي والله. نعم. يعني حتى المسيحيون فهموا هذا المعنى فهما صحيحا. نعم. فهم صحيحا. هو للأسف الشديد طبعا هذا النوع قد يكون مشكلته أكبر من قضية أنه يصلي أو لا يصلي. هو تجد أصلا وقع في الكفر من زاوية لا إله إلا الله، يعني ليس من زاوية أنه ترك عمل من الأعمال. يعني الذي هو يدعي الإسلام. هو مثلا الشخص الذي يزعم الإسلام وهو لا يرى لله عليه حق في التشريع مثلا، ويقول لك أنا علماني. ماذا تعني علماني؟ يقول له والله تنحية الدين عن الحياة، أو تنحية الدين عن دائرة السلطة، أو تنحية الدين عن دائرة السياسة. حتى يعني سنتحدث عن العلمانية، نعم، وعن الفرق الضالة بشيء من التفصيل. نعم. فالعلمانية فعلى كل هذه إشكالية كبيرة جدا، لكن نحن الآن دعنا نركز الناس إن أمر عادي يعني. نعم، دعنا نركز الآن في المسلم الذي هو فعلا مستعد أن يكون مسلما ويقر لله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى له الملك وله الأمر وله التشريع وله الحاكمية، وهو يقول أني سلمت أمري لله. طيب سلمت أمرك لله، الله أعطاك رشدة، قال لك التزم بهذا الكتاب والتزم بهذه الأوامر. رشدتي في جانب الشعائر كذا، رشدتي في جانب المعاملات كذا، رشدتي في جانب الأخلاق كذا. من التزم بها فقد التزم بلا إله إلا الله التي أقرها. نعم. ومن لم يلتزم ومن لم يلتزم فهي مجرد قول ودعوة وليست عليها بينات. نعم. ولذلك الإمام الحسن البصري لما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. فإذا لم تكن هنالك تصديق مصادق للأعمال، هذه تكبر في النهاية دعاوى وليست عليها بينات. وخطورة الأمر في إنه والله مسمى الإيمان إن لم انفصلت عنه الأعمال لا يسمى على الحقيقة إيمان، لا يسمى على الحقيقة إيمان. نعم. طيب هذا الصنف من الناس شيخ حسن كيف ممكن دعوته؟ يعني فعلا هم ربما يكونون قيادات كبرى في إريتريا وأصحاب سلطة ومسؤولين وصناع قرار، وهم يعني من جلدتنا ومن قبيلتنا ومن إخواننا كيف ندعو مثل هؤلاء؟ هل نقول خلاص هؤلاء يعني أصبحوا كفارا وعلينا أن نواجههم ونجابههم، أم ندعوهم؟ يعني أتوقع أن نحتاج. هو في كل الأحوال المدخل إلى كل شيء هو الدعوة. جميل. مدخلنا إلى كل من هو والله فارق المنهاج الصحيح، فارق كتاب الله، فارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بجهل أو بهوى. يعني نحن نخاف عليهم من عذاب الله. نخاف عليهم من عذاب الله ونحرص على هدايتهم وفي نفس الوقت فعلا قضية إنه والله هذا النوع من التناقض. يعني أنا مصداقا لكلامك أخبرني من لا أشك في كلام في نقله، يقول أحد المسؤولين الكبار انتقل على كل إلى الله تبارك وتعالى، ليس من الأحياء، يقول قابل واحد من الخواجات في أسمرة، والخواجة يقول المسلمين غير حاضرين في السلطة. فهذا أخذته، قال له كيف تقول ما حاضرين في السلطة؟ أنا الآن مسلم.
فسأله سؤال قال له: هل يراك المسلمون في صلاتهم في جمعهم في مناسباتهم الدينية؟ يعني أنت هل حاضر معهم في كل هذه المناسبات؟ قال له: لا. قال: لا تمثلهم. الله. فانظر إلى هذا الخواجة، هو يدرك، فاهم، يدرك تماما إنه والله أنا لما أشارك في السلطة ويشعر المكون المسلم بأنه والله فلان يمثلني، كيف يمثلني؟ والله حاضر معي في الصلوات، حاضر معي في المناسبات العامة، حاضر في الأفراح، حاضر في الأتراح. إذا تعلقت قضية بالدين وكذا هو يتكلم فيها ولا يسكت عنها. فهو هنا على كل هذا النوع نحن كما تفضلت يعني من المهم جدا أن نحرص على هدايتهم وأن نحرص على كسبهم وأن نعدهم في نهاية المطاف من الرصيد الذي ينبغي أن لا يفرط فيه. نعم بالضبط. بل نحن أبعد من ذلك، نحن أحرص حتى على إخواننا في الوطن أن يكونوا والله معنا على يا أهل يعني الكتاب. هي رسالة للمسؤول: أنت تدعي الإسلام، لما لا تصلي يا أخي؟ نعم. فهذه الدعوة مهمة جدا. أيها القائد، أيها الضابط في الجيش الإريتري، أيها العسكري، لما لا تصلي؟ لما يكون بينك وبين الله علاقة؟ لما احنا يعني هل يسعدنا أن يموت الشخص وهو تارك للصلاة فيعرض لعذاب الله عز وجل؟ ما يسعدنا. الله حول ولا قوة. أيوة والعياذ بالله، لا يسعد هذا أبدا. نعم. هذا على كل خطيرة جدا. وسبحان الله بنفس الطريقة أيضا من باب الاستشهاد على أن كيف خطورة هذه المسائل، أحد المشايخ الكبار والوجهاء أيضا توفى عليه رحمة الله، يقول، يحدثني ابنه، يقول: دعا والدي 3 مسؤولين الكبار من أبناء المسلمين، دعاهم في رمضان وهيأ المكان وكذا في البيت، ما شاء الله كبار يعني مسؤولين لهم كلمتهم في الدولة. فيقول: لما هيأنا الإفطار وكذا قال أفطروا، ووالدي قال من طبيعته أنه لا يفطر أو لا يأكل إلا بعد أن يصلي. فيقول وضع الأمور وكذا، ونحن جلسنا مع الضيوف وهو جالس في مصلاه، وقال تفضلوا وأفطروا وكل شيء. لما قام إلى الصلاة لاحظ أنهم ما قاموا معه على طريقة هذه موجودة للأسف الشديد. كثيرين ممن يعتبرون قضية الصيام نوع من الهوية وليس نوع من التعبد، إنه هو في النهاية بيتعامل معها إنه والله المسلمين بشكل عام هويتهم قائمة على إنه وجدنا آباءنا فنمشي معهم ولا أكل معهم. هذه تدخل في مسمى الهوية. فيقول والدي قال لهم: ما لكم لا تصلون؟ ليش ما تصلوا؟ قالوا: ما قاعد نصلي. قال: فقط أردت أن أتأكد فعلا أنكم لا تصلون، حتى والله نعتمد عليكم ألا نعتمد عليكم. لا إله إلا الله. فيقول: انقبض والدي، ولكن سبحان الله مما شهد به هذا الأخ، يقول: بعد هذه الكلمة وجدت أحد هؤلاء وقد حمل صلايته في يوم العيد وأخذ أولاده وشارك معنا فيه. فالشاهد الدعوة والكلمة. فنحن هؤلاء ما وجدوا من يقول لهم والله يا أخي يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يذكرهم بالله يذكرهم بدينهم بإسلامهم بالتزامهم. حتى الوفود، يعني لما كنا في السعودية وفود الحكومة الإريترية حينما كانوا يأتون إلى السعودية كنا حقيقة نتمنى أن يمر المسلمين منهم نعم. إلى الحرمين. صحيح. نعم. ويمثلون الشعب الإريتري ويطوفون نعم. حول الكعبة صحيح. المشرفة صحيح. ويزورون المسجد النبوي الشريف نعم. لكن لم يحصل هذا قط أبدا. أحسنت. بل كان يؤلمنا جدا إنه اليوم الوحيد اللي يحصل فيه عملية التجهيز للحج، طبعا تغير لبسة الكعبة وتأتي كل سفراء الدول الإسلامية، يعني أي دولة حتى فيها ليست إسلامية كاملة لكن دولة فيها مسلمين، حتى روسيا ترسل مثلا شخص يمثل من المسلمين من يمثل هذا المشهد. نحن لا نحضر. فكنا دائما نقول أين المشكلة؟ يعني ما الذي يضير السفير المعين أو القنصل المعين أو دولة موجودة على بعد مرمى من الحرمين الشريفين مسلميها لا يمثلون في هذا النوع من الحضور؟ ففعلا هذه القضايا كلها كما تفضلت لها إشكالات كبيرة جدا، ولكن إثارتها النقاش حولها ضروري جدا. ونحن من هذا الباب حقيقة ليس من باب التشهير ولا من باب التنكيل بالناس أو غيرهم، بقدر ما هي والله نحن نذكر لست عليهم كما قال إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنحن مهمتنا أن نذكرهم بالله، نذكرهم بالآخرة، ومنهم من أفضى إلى الله، على كل أفضى إلا بمعنى أنك أقبلت على الله سيسألك عن كل حياتك: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ هذه ال3 أسئلة يعني هؤلاء المسؤولين وغير المسؤولين يعني سيقفون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ليس شيخ هل سينجيهم مثلا؟ يعني بعضهم قد يقول يا أخي أنا لو اعتمرت وصليت وكذا ربما النظام يلاحقني، وربما أنا أكون في القائمة السوداء، ربما وربما، رغم هذه قد تكون توهمات يعني.
بلا شك. أنت إذا صليت من الذي يمنعك أن تصلي؟ من الذي يمنعك أن تعتمر؟ من الذي؟ لكن ربما تكون وعلى فرض أنها كذلك، فماذا ستقول إذا مت لله تبارك وتعالى؟ هل هذا عذر شرعي لك أمام الله؟ عذرا شرعيا. إن وجدنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وأيضا ما منعك كذا خشية الناس، فيقول الله أحق أن تخشى. إذا أنت تخشى الآن في هذه الدنيا المحدودة القصيرة البسيطة اللي ممكن والله في أسوأ أحوالها أنت تعيش فيها حياة متوسطة، في أسوأ أحوالها مثل هؤلاء المسؤولين ممكن يعيشوا حياة، فما الذي ستقوله في الحياة الأبدية؟ هذه الحياة التي قضية حقيقة جديرة بلا شك بالدراسة الجديدة، بالتأمل جديرة. يعني أنت عمرك كله قضيته مثلا في الدفاع عن هذا الوطن، في النهاية يعني لا صلاة لا عبادة لا زكاة، وتموت وتفاجأ بأن ثمة أمور أخرى. نعم. قد كنا في غفلة بل كنا ظالمين. نعم، لا حول ولا قوة والعياذ بالله. والأسوأ شيخ برهان، الأسوأ لما يقول لك شاب مسلم إنه والله لما يكون القائد في الجيش مسيحي نستطيع أن نصلي، لما يكون المسلم يلاحقنا أكثر. يعني هذه إشكالية كبيرة. هذه يعني قضية أنك أنت تجاوزت مرحلة إنه والله إثبات الحالة الظاهرة، لأنك تثبت لهم بقمع الآخرين في أنك أنت على ولاء معه. وهذه للأسف الشديد لا تجعلهم حتى محترمين مع الطرف الآخر. الطرف الآخر يحترمك لما تمسك بهويتك، بدينك، بثقافتك، بكذا، بانتمائك، وفي نفس الوقت حريص على الوحدة الوطنية في البلاد، حريص على التعايش الوطني في البلاد، حريص على أن هذه إريتريا ندافع عنها جميعا، نحميها جميعا، ولكن ليس على حساب أنه أنا أتخلى عن عقيدتي، عن ديني، عن إسلامي. لا. يعني الإنسان كيف بالله يبيع دينه ويعرض نفسه للعذاب الآخر؟ نعوذ بالله. أنا أعتقد هناك شبهة، أنا أتمنى أن نعالجها في الحلقات القادمة، هي شبهة عدم الإيمان باليوم الآخر أساسا. هذه نعم. عدم الإيمان باليوم الآخر أساسا، وأنهم يعني يعتقد أن سيموت ويبلى ويكون ترابا ورميما ولا يعود إلى فبالتالي هذه القضية هي شيخنا. فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا. ولذلك القرآن الكريم عالج 3 قضايا 13 سنة، اللي هي أصول الإيمان بالله، أصل الإيمان بالله، وأصل الإيمان بالآخرة. كل الأصلين هذول سبحانه يقوم عليهم الإيمان بالله واليوم الآخر، وأصل النبوات. هذه ال3 أصول ظلت المرحلة المكية كلها في إثبات النبوات، في إثبات الإلهيات، في إثبات الآخرة. سبحان الله. فإذا كان فعلا الإنسان سبحان الله خلا من هذه ال3 وظل مثلا كما يقال خالقي بحت، هو يقول لك أنا أؤمن أن الله خالق لكن لا يؤمن باقي الأشياء. طيب هل تؤمن بأن الله متصرف آمر ناهي مشرع كذا؟ يبقى هنا يقول لك لا، كأنما الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق ووضع CD في كمبيوتر كده، والخلق بعد كده تركهم يفعلون. هذه إشكالية على كل. للأسف الشديد بعض الناس خصوصا ممن هو يقول لك أنا مؤمن بالله ولكن على طريقة أن الله كملكة في بريطانيا والعياذ بالله تملك ولا تحكم. هذه إشكالية كبيرة جدا. ولكن كما تفضلت يؤمن بالله ويؤمن بالآخرة، هذا يختلف في تصرفه في السلوك. فما أوتي الناس إلا من هذين البابين، أنهم ما آمنوا بالله حق إيمانه وما قدروا الله حق قدره ولا آمنوا بالآخرة، لأنه لا يعقل عقلا شخص يؤمن بالآخرة وأنه في جنة وفي نار ولا يعمل لها. مستحيل هذا. مستحيل. بالتالي نحن مستحيل يقال لك أنت هو سيدخل في النار. نعم. يا أبوي أنت عندك مشكلة كبيرة، إذا ما تصلي ستدخل النار، والنار روح ضع يدك في الغاز، هل تتحمل 20 ثانية؟ مستحيل. نعم. كيف إذن تكون تاركا للصلاة بل عدوا لها وتمنع منها؟ إذن هناك في خلل. هناك في خلل نحتاج أن نناقشه. مشاهدينا الأكارم، نحن على موعد أن نناقش إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالإلحاد في الأسبوع القادم. حتى إلى ذلك الوقت أتقدم باسمكم جميعا بالشكر للدكتور حسن سلمان، كما أشكركم مشاهدينا الأكارم على حسن تواصلكم، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.